قول الو. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا ازي بيكي، حابه حضرتك؟ تقولي اسمك؟ لا مش ضروري. طيب، المكالمه مذاعه على الهواء، موافقه بالاذاعه؟ تمام يا فندم، موافقة. اتفضلي يا فندم، قولي لي. بصي حضرتك، انا عندي بنتي من وهي عندها هي بنت واحده على الصبيان. تمام. يعني هي متدلعه زياده عن اللزوم. اه. بس مش للدرجه، يعني كانت متدلعه بس عشان البنت الوحيده وكده. امم. بس كان برضو فيه اهتمام. بس كنا يعني مش مترقبين حكاية بقى اللبس والكلام دوت من وهي صغيرة. بس لما بدأت تبقى عندها 10 سنين بدأنا ناخد بالنا من النقطة دي، وبدأنا نغير في نظام اللبس والكلام ده. بس هي تمسكت بموضوع اللبس انها تلبس مقطع وتلبس اللي هو الضيق قوي. ده من وهي 10 سنين؟ ورفضت اه. اه. ده من 10 سنين دي رفضت الكلام ده كله. وهي يمكن قبل كده كمان، يعني انا من وانا صغيره كنت بحاول اخليها تلبس حجاب او تبطل اللبس اللي هي بتلبسه. لا هي واخده تقول لي لا، انا الستايل الجديد كده والموضه كده ومش فانا قلت ممكن يكون العصر بقى اللي احنا عايشين فيه ده ممكن. امم. بدات لاحظت عليها تغييرات كبيره جدا. اسلوبها في الكلام، طريقتها، معاملتها. بدأت جالها عرسان كتير. ده امتى يا فندم؟ ف... وهي 10 ب- سنين؟ لا، تمت ال 14 سنة بدأ يجي لها اه. عرسان. امم. فاحنا ومن كنا وهي رافضين عندها 10 الموضوع. سنين ل 14 سنه انت حاسه بتحرر في التصرفات؟ لبس اوفر، اه مفتوح، ضيق؟ بس ما كانش قوي. يعني كانت بصي، يعني كنا بنقول بقى البنوته والدلوعه، ما كانش للدرجه. وبالعكس كانت بتتكسف جدا وكانت خجوله جدا. وكانت يعني العيله كلها كانوا عارفين دي ايه، يعني دي حاجه تانية وركن تاني. ما والدها كانوش بيقولوا موجود؟ عليها الا البريئه. والدها موجود بس كبير شويه في السن. اه. وطيب جدا، يعني طيب لدرجه انه ما بيحبش يعاقب، حتى ما بيحبش يعاقب اي حد من اولاده. امم. لو حتى في مشكله كبيره ما بيعاقبش بان هو يقعد حتى ويتكلم معاهم، لا يعني دايما كان مضغوط في شغله. امم. تمام. فمن وهي 14 سنه لقيتها العرسان لما جولها كتير. هي بدأت تحس ان هي بقت انسة خلاص، وليها قرارات وليها اختيارات. وقررت ان هي تختار واحد من ضمن دولت. فانا استغربت ان انت ازاي في السن ده بتقولي دوت، يعني ازاي. امم. وفي نفس الوقت انا قلت خفت برضو، قلت لحسن لو احنا رفضنا هي ممكن تكلمه من ورانا او كده ولا كده. فقلنا يعني ناخدها على قد عقلها. فعلا تممنا الخطوبة، عملنا لها فرح كبير وكل حاجة. على حيث ان يبقى كل حاجه قدامنا في النور. امم. انتوا تمام. انتوا كده بتاخدوها على قد عقلها؟ يعني بتاخدوها على قد عقلها، بتعملوا لها مش فرح حكايه كبير؟ بناخدها مش حكايه بناخدها على قد عقلها. هي حلوه شويه وهي كبيره، يعني جسمها امم. كبير عن سنها. فايرة ف... يعني زي ما ف... بيقولوا. فايرة امم. فايرة جدا. وبعدين الولد كان يعتبر جارنا، فما كانش هينفع نقول لا، لانها برضه كنت هبقى قاعدة في قلق امم. وخايفة انه ممكن يقابلها بره يحصل اي حوارات. فقلت امم. لا، يبقى قدام عينيا الافضل. تمام. فعلى حس كمان ان هو كان مسافر، قال هيقعد 4 سنين بره وكده. فقلنا مش مشكلة، يعني حتى لو خطوبة ولما يبقى يرجع يبقى يحلها ربنا. امم. فبعد ما اتخطبوا هم شهر واحد اللي اتخطبوه، شهر واحد بس. وحصلت مشاكل واكتشفنا ان الولد ده بيشرب حاجات وكده، فرفضنا طبعا اه. بس يعني مش احنا الرفض ما جاش من عندنا، احنا قلنا له يا تبطل يا تبعد عننا خالص. امم. فلقيناه ان هو لا انا هكمل معاكم وشويه، ولقيناه بيقول انا عايز الشبكه. فخلاص هو اللي بيبعد مش احنا. تمام. هي فضلت محملانا احنا مسؤوليه ان احنا سبب في فسخان خطوبتها. طب انت ما انت شفتي اللي حصل واللي تم، احنا ما جيناش عليكي ولا عليه. بدأت بقى تتغير 180 درجة في تصرفاتها، امم. في كل حاجة. هي اتعلقت بالولد ده المدرسة وحبته؟ جدا جدا فوق ما امم. تتخيلي. يعني انا امم. عايزه اقول لحضرتك عرفت بعد منه اكتر من 20 واحد، اكتر من 100 واحد. وجالها كذا حد، وهي متعلقه دماغها في الشخص ده بس، مش في حد تاني. يعني زي ما تكون دماغها وقفت على البني ادم ده في امم. اليوم ده وبس. بدات تهرب من البيت، تمشي من البيت، تطفش.
وبعدين بقت بتفكر تفكير غريب. يعني انا مش متخيله انك انت تبقي مخططه انك انت من قبلها بيومين وتلمي هدومك وتبقي متفقه مع حد يجي ياخد الهدوم قبل ما تمشي من البيت بيومين، وبعدين ابص الاقيها تمشي. وكانت احيانا بتخدرني انا وباباها واخواتها وتمشي نخبي انت المفاتيح، بتتكلمي في تاخد 14 المفاتيح. سنة. لا ده كده بقت 16 سنه. اه. يعني هي كل على المدار بعد ال 14 سنه، يعني بعديها يا دوبك سنه واحده بالظبط واتفاجئنا لقيناها طفشت من البيت. اه. دورنا عليها جبناها من الولد دوت، من مع الولد ده. اللي هو جاركم اللي كان يعني خاطبها؟ بالظبط كده. امم. وقعدنا واتكلمنا معاها وخلاص، والحمد لله كنا اطمنا عليها تمام ما فيهاش حاجه الحمد لله. طب احنا ما اتاخرناش، حتى كلمت الولد يا ابني لو عايز تيجي تعالى بدل ما بقى هتتعبنا، تعالى تاني ولبسها شوكه ونمشي معاك خطوه خطوه. وبرده ايه عشان انا خايفه على بنتي. الولد مش ما طلعش ملتزم بكلامه، وطلع لا ده انت عايز تلعب وخلاص. فهي مش مقتنعه ان لا انا وهو عايزين بعض وانتوا اللي بتبعدونا. طب ما احنا ما بنبعدكيش ولا حاجه، احنا حاولنا نقرب المسافات هو رفض. والولد عنده كام سنه يا فندم؟ الولد عنده 23 سنه. ده حاليا دلوقتي هو عنده 23 سنه او 24. وقتها كان عنده بتاع حوالي 20 21، بس برضه دلوعت اهله زياده عن اللزوم لان ده حيله اهله. يعني ده ولد واحد مفيش غيره، يعني كان باباه ومامته مدلعينه زياده عن اللزوم وخالاته وعمامه بطريقه ان هم اللي جابوا له الشبكه وهم اللي عملوا له كل حاجه. فطبعا احنا لما اكتشفنا الكلام ده بعد كده قلنا لا طب ده هيتحمل مسؤوليه ازاي. تمام. وخدتي بنتك وقلت لها يا بنتي انا مش ممانعه وهو اللي مش عايز؟ ولدرجه انها قالت لي انا مش عايزه اقعد في المكان اللي هو فيه، انا بتعب. اضطريت ان انا بعت شقتي بالرخيص واضطريت ان انا اعزل، رحت مكان تاني خالص بعيد عنه تماما. برضو لقيتها هي نفسها اتغيرت، بدأت سلوكها يتغير. وبعديها بسنة اكتشفت ان هي بتشرب مخدرات. بتشرب حشيش. فطبعا دي كانت صعقة بالنسبة لي وصدمة جامدة جدا. اما طبعا بدأت تدفش من البيت ونغير كوالين البيت ونغير المفاتيح، تسرق المفاتيح مننا واحنا نايمين وتديها لحد من البلكونة يعمل لها نسخة وترجع تمشي. البنت بعد ما كانت ملاك اتحولت بطريقة مش طبيعية، بقت على طول طفشان 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 وعايزة تشرب كل حاجة، وعايزة تروح ديسكوهات، عايزة تروح كافيهات، عايزة تروح النايت كلاب، الكلام ده كله. طبعا انا مصدومة فيها طبعا. بس انا في مشكلة تانية بقى. يعني في ناس كتير بيقولوا لي واضح من شكلها حتى ومن تصرفاتها، لانها لو قعدت تتكلمي معاها انت تحسي ان مش هي، يعني مش دي اللي موجوده، هي مش موجوده اصلا. يعني هي قدامك وبتكلمك بس هي مش موجوده. انا نفسي بحس كده، انا بقعد اقول لباباها انا حاسه ان انا بتكلم قدام شيطان، دي مش طبيعيه. بتقعد تعمل حاجات غريبه لدرجه الضرب. ما بتقعد تتفرج علينا لو ضربناها، بتقعد تتفرج علينا حرفيا. يعني مش حاسه بتضرب ضرب جامد خالص نهائي. بتقول انا الضرب مش مؤثر فيا. ناس قالوا لي كده هي دي في حد عامل لها حاجه، عامل لها عمل جامد قوي لدرجه ان محى كل حاجه في احساسها اتمحى. حتى مشاعرها بالحب ناحيتنا. بالمخدرات يعني وصلت لايه في الشرب؟ انا مش هضحك عليكي، انا ما اعرفش الا ان هي شربت حشيش. وجت في مره هي صريحه كده، جت قالت لي بصراحه ماما انا كنت قاعده مع فلان دوت وشديت معاه بودره وبس ما حبيتهاش وعمري ما هعملها تاني. طب يا بنتي طب ازاي تعملي حاجه زي كده؟ وده ده القرف اللي انت فيه ده، وبحاول اوديكي تتعالجي. هي دلوقتي سنها 16 سنه. دلوقتي 18 سنه. 18 سنه. والموضوع بيسوء اكتر من كل مره لدرجه انها بتعمل علاقات كثيره جدا 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 فوق ما تتخيلي. والعلاقات تطورت لاصعب من كده. يعني هي خلاص بقى الموضوع انتوا عارفين كل شيء، بقت هي تخرج تطفش تشرب تعمل علاقات مع رجاله، عفوا يعني مع شباب، وترجع بقى وهي دلوقتي فقدت عذريتها كمان. تمام. يعني احنا لما بنكلمها بنقول لها انت مين بتكلمي؟ في صاحبي. يعني ايه صاحبك؟ تقول لي عادي، احنا المفروض ان البنات لما بتصاحب الصبيان ده مش عيب ومش غلط.
ازاي مش عيب ومش غلط؟ ما ينفعش، لا عيب ولا ما يصحش. تقول لي لا عادي، انا كل صحباتي البنات كلهم ليهم صحاب صبيان، وممكن تنزل تقعد لغايه الساعه 4 الفجر. باباها واخواتها يقولوا لي اوعي تقولي لها لا، اوعي تقولي لها ما تتحكميش في تصرفاتها، عشان طالما ده اللي بيطفشها من البيت سيبيها لغايه يعني ما نحاول نعالجها. هم دلوقتي بقوا شايفين ان خلاص اعملي اللي انت عايزاه، بس خليكي في البيت ترجعي اخر الليل تنامي. بالظبط كده، اه. بالظبط. مش ما هم احنا مش لاقيين لها حل. ما احنا لو قلنا لا والكلام ده ما ينفعش وبنحبس، بتطفش وتسيبنا. طب ما ينفعش. وبعدين ده احنا عملنا بص حاجات كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيلي عشان نحاول نسيطر على الوضع. المشكلة بقى الأسوأ حضرتك هي ليها أخ متعلقة بيه زيادة عن اللزوم. يعني ليها أخوها الوسطاني هي متعلقة بيه وبتحبه جدا، ويعتبر دوت قدوتها ده للأسف عمل كل حاجة وحشة. يعني هي أنا عايزة أقول لك هي تقريبا كده بتمشي بنمطه، انك انت عملت ده انا هعمل ده، انت عملت ده انا هعمل ده، لدرجه انها من اسبوع هو ابنك ده التاني ده بيشرب مخدرات؟ ده حالته اسوأ كمان. يعني ده انا تعبت منه وحالته اسوأ. بس ده عشان للاسف اتجوز واحده يعني غصب عننا، واحده مش كويسه بتاعه الحاجات دي، وبتتعاطى وبتبيع وسلوكها مش تمام. ما تزعليش مني، كان في تأثير منك انت والوالد في التربية؟ بالعكس والله، او العيال بالعكس دي ما تزعليش مني برضو في سؤالي، خليني انا بحب اتكلم بوضوح. العيال ولادك دول يعني كان في فلوس حلال على حرام كده اختلطت ببعض؟ كان في شغلانه مثلا؟ بالله ابدا ابدا، ده باباهم شقيان، انا ما بشتغلش. باباهم شقيان، وعايزه اقول لك ده المثل الاعلى في العيله كلها. واولادي خلي بالك حضرتك. يعني ايه اللي حصل؟ انت بتقولي لي الولد والبنت. انت عارفه يا دكتوره مروه، الغريب ان العيله من عندي ومن عند باباها كانوا بيقولوا احسن تربيه واحسن اولادي. أعوذ بالله. كانوا فخورين جدا بطريقه. انا عندي ابني الكبير ده اقدر اسميه حسد. انا اللي انا سامعاه ان بيقولوا لي بنتك معمول لها عمل كبير جدا، لان التحويل اللي هي فيه ده مش طبيعي. ده مش طبيعي. ده انا بقول لك ان بس دي البنت كانت خلاص، بالنسبه البنت ضاعت. يعني البنت بتشرب مخدرات لاقصى مدى، البنت بتعمل علاقات، البنت ضاعت. طب اعمل ايه؟ انا بجد انا حاسه ان انا مش عارفه اتلم على اعصابي. انت حكيتي لي كل حاجه اتعملت من وهي عندها 14 سنه ل 18 سنه. البنت عملت كل شيء، وكل شيء بقى متاح، ولحد دلوقتي يعني وبقينا واصلين لدرجه ان احنا عارفين بنتنا بتعمل كذا، بس خليها احسن ما تطفش. يعني شويه شويه ممكن تجيب لك حد البيت ويبقى قصاد عينك، بس خليها احسن ما تطفش. احنا ما نعرفش احنا داخلين على ايه. طب قولي لي اعمل ايه؟ انا مش لاقيه حل. ناس كتير انا كلمت، كان في دكتور كان متابع، كنت انا بكلمه، دكتور يعني كان حد قال لي عليه معرفه، دكتور بتاع ادمان. كنت اساسا مكلماه لابني اللي هو لاخوها، واتفق معايا على اساس ان هو هياخده من غير ما يعرف، لان هو صعب ان احنا نقنعه بحاجه زي كده. فلما بحكي له على البنت قال لي البنت حالتها اسوأ، وهتبقى اسوأ واسوأ كمان. خلي بالك توقعي كل شيء، ما كانتش وصلت للمرحله دي. يعني انت عندك الاثنين خلاص، الاثنين ضاعوا وعايزين مصحه. ما انا مش عارفه اعمل ايه. بصي حضرتك، انا مش هضحك عليكي، انا الاول كانت ظروفي كويسه. دلوقتي اي مصحه عشان ادخلها، حتى الحكومه دلوقتي اتفاجئت، وديت ابني بالعافيه الاسبوع اللي قبل اللي فات المصحه طالبه 1700 جنيه. انا ما احتكمش، انا اصلا مش لاقي اكل العيال، والله العظيم 3 ما عارفه اكل العيال ولا عارفه. صح؟ في واحد كبير، انا عندي 4. 4 الكبير خالص ده كويس جدا ومحترم جدا، وبصي الادب الدنيا والاخره فيه. والصغير ده صغير خالص، ما فيش لا غبار عليه. انما الاثنين دول مشكله حياتنا كلها. ده مش على عارفين. فكره الصغير اللي انت بتقولي لا غبار عليه ده ممكن يقلد، ما دي المصيبه. ما هو ده الخوف. ما انا مش عارفه اعمل ايه. حتى هو المشكله ان الكبير المحترم بيتأذى بسببهم في سمعته، ومهما كان كويس ده حقيقي هيفضل مبتلي. ده انا هقول لحضرتك، ده انا هفاجئك ان احنا ان الكبير ده عايزه اقول لك يعني يعتبر مركزه كويس في شغله، برضه عملت له مشاكل مع ناس يخصوه، ناس هو عارفين هو ده ايه، ومهم جدا، ومع اصحابه، وتكلم اصحابه
ولدرجه ان حد بعت لاخوها فويس انها بتقول له نتجوز عرفي، فطبعا اخوها اتصدم، تتجوز عرفي ازاي؟ يا الله، لا حول ولا قوة وهي إلا مش بالله. وممكن حضرتك، انا وارد، لا بكلمك عن واحده وكمان مش موجوده. وممكن تتصور ولا تعمل علاقة مع حد يصورها وينشر الصور بقول لها الكلام ده، هي مش مقتنعه، يعني انا بقعد اتكلم معاها بقول لها هي كده ولا في، غلط، هي تقول مش لي معمول لها عمل، هي المخدرات لحست دماغها. المخدرات فقدتها الإحساس، عشان كده لما بتضربوها كأنكم بتضربوا في ميت. هي المخدرات بهدلت حياتها وبهدلتها خالص. انا مش عارفه اساعدك ازاي، انا مصدومه. ولو على المصحه، مش كل اللي بيدخلوا مصحات بيتعالجوا على فكره، وناس كتير طب بتدخل، ولو هم ما عندهمش الاراده وهم عايزين يتعالجوا مش هيتعالجوا، صدقيني مش هيتعالجوا. لا بس لا، القصه هي على قالت فكره، لي حتى قالت لي انا بقالي. المصحات ما بيجبروش حد على حاجه، بيقولوا لهم عايزين تيجوا بارادتكم اهلا وسهلا، مش عايزين مش ناقصين. يعني مش ناقصينكم. لا بس هي قالت لي، يعني انا لما جيت قعدت اتكلمت معاها بتقول لي، بقول لها يعني انت كده انت وصلت لمرحله صعبه، طب نعرض له دكتور نفساني اوديكي مصحه. قالت لي يا ريت يا ريت يا ماما، يا ريت، عشان انا تعبت ومش مش عارفه انا بفكر في ايه. طب انت عايزه ايه؟ تقول لي انا مش عارفه انا بفكر في ايه وانا عايزه ايه، انا مش فاهمه. وطبعا ما فيش يعني هي اصلا دراسه، مش دريانه. ودراستها خلاص خلصت كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو هو انتي، في امل انها ترجع، لان احنا كلمنا المدير قال ممكن ترجع. طيب هي المشكله بس خلينا في بس المصاريف، بس مش الأول، لو مشكله. انتي مشكلتك في مصحة، فأنا هحاول اه إن شاء الله بإذن الله أوفر لك مكان لعلاج الإدمان، مفيش أي مشكلة في ده. لكن اللي بعد كده ده بتاع ربنا، ما أقدرش أتدخل فيه. هي مش ما تعافتش، هربت، عرفت حد تاني، دي مش بتاعتنا. وانت خلاص فواضي امرك لله، انت بتعملي اللي عليكي، لكن فواضي امرك لله. وارجوكي ارجوكي، لو دول هيبوظوا اللي طالع للدنيا، ابعديهم عنك، ابعديهم عنك. ارميهم في الشارع؟ طب يا دكتورة اعمل ايه؟ لا طيب حول ولا قوة اعمل الا ايه؟ طب بالله. قولي لي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما انتش مش متخيلة، انا هي بنت واحدة. طيب مش عارفة، ابتلاء صعب قوي، ابتلاء صعب قوي، والله ابتلاء صعب قوي. انا مش قادرة اتلم على اعصابي، مش عارفة يعني. يعني انا بقول لو الولد ونكبة واحدة ربنا لا يزيحها لا، من عندي، الاتنين، لكن ده اتنين. اتنين، والاتنين ولادك، والبنت كمان بسمعتها، باخلاقها، والمشكلة بحيائها. يعني عارفة، المشكلة الأكبر إيه؟ إن إحنا أصلا عندنا مشاكل، وهم شايفين بعينيهم إحنا عندنا مشاكل أكبر من لا كده حول ولا بكتير. قوة إلا بالله. عندنا حاجات بالقسط، جايبين عربية عشان بابا يشتغل عليها بالقسط، مش عارفين نسد. عندنا ديون، عندنا حاجات، بنتنقل من شقة لشقة، الإيجارات لا بسبب حول ولا قوة إلا بالله. الضيق لا يعني حول ولا إحنا في قوة إلا دوامات. بالله. والله العظيم أقسم لك بالله العظيم، إحنا ممكن ننام من غير أكل، وهم شايفين ده، بس هم مش باصص لنا، هما مش باصين مش للي شايفين إحنا حاجة فيه أصلا. هما مش خالص. دريانين بنفسهم عشان يدروا بيكم. هما مش دريانين بنفسهم عشان يدري بيكي، ولا بابوها، ولا بالعربية، ولا باللي انت بتحكي فيه ده. دول الله يعينك على الابتلاء ده، الله يعينك على الابتلاء ده. يا أصعب ابتلاء في اللي بيجي في العيل، يا رب ربنا يرحمنا برحمته وينجينا يا بالله رب. عليك يا دكتورة، حاولي تساعديني أوصل، تقعد مع دكتور نفساني حتى، يمكن في حاجة في نفسيتها، بنتك يمكن زي ما محتاجة حضرتك مصحة، احنا ما في عدت كل المراحل دي. بنتك ما عندهاش اكتئاب وهنخرجها منه، بنتك مدمنة، بنتك مدمنة ومحتاجة مصحة. ولو محتاجة انها تكون عايزة تتعالج، فيمكن ربنا ياخد بايديها ويشفيها. وده انا يا رب. امل الشفاء في الادمان ما بيبقاش كبير، بس احنا اسباب هناخد بالاسباب. انا هحاول لو قدرت اوفر مصحة، حاضر عينيا، ورقمك معايا، واخلي الاعداد ياخد كل بياناتك والمكان اللي انت ساكنه فيه وكل التفاصيل بتاعتك، بحيث لو قدرنا هنقولك على المكان اللي تتوجهي ليه. وربنا قادر على كل ربنا شيء، يخليك ربنا يا رب، يرفع ربنا عنك هذا يخليك يا البلاء يا رب، رب. ربنا يرفع عنك بس هذا بالله البلاء. عليكي، أنا يعني تحاولي هحاول، تشوفيني تكون مصحة هحاول صدقيني. بالمجاني، لأني أنا حاضر، ظروفي ربنا وحده اللي يعلمها، الله حاضر، يكرمك. حاضر، حاضر، ربنا يعفو واهم حاجه عنك. ايه، يعني انا برضو مش عارفه، يعني عايزه اقول لك ان ممكن يكون فعلا حد عامل لها حاجه، عامل لها عمل انها لا حول يخليها ولا قوة بالشكل إلا ده. بالله. لان هي انت حضرتك، انت لو قعدتي مع الاهالي ومع الناس اللي كنا ساكنين عندهم هنا، يقول لك دي كانت بنت كيوتة جدا ومحترمة جدا وخجولة جدا
وهاديه هدوء ما تتخيلوش، لدرجه انها ما كانتش بتحب الشارع، ما كانتش بتحب تخرج اصلا. لا حول انا ولا كنت قوة بضغط الا عليها بالله. تنزل معايا. لا حول ولا قوة. اتطورت لدرجه انها ما انت بتحبش البيت. فسرتي كل والمشكله الاسباب يا فندم، انت فسرتي كل شيء. انت قلتي هي ده كانت هي متعلقه المشكله باخوها الاكبر فده انها كان قدوتها مم. فابتدت تقلده. حاجه وصلت لحاجه. مش هقول لك عمل، مش هقول لك عمل ومش هقتنع بعمل. هي نقطه ودت لنقطه ودت لنقطه. من وهي عندها 10 سنين وتحررت في اللبس ما لقيتش حد كسرها. ما لقيتش حد قال لها عيب وغلط. كان كلمتين بيتقالوا وخلاص، ما كانش في رقابه. انت قلتي بلسانك الاب بسيط وسهل ومتساهل وبيسيب الدنيا مفتوحه زي ما هو اللي عايز يعمل حاجه يعملها. والبنت بتبقى عايزه شده والولد بيبقى عايز شده. وجزء كبير من التربيه ليه علاقه بالشده وبالرقابه وبان انا اقول غلط وصح واضرب واعاقب وبهدل الدنيا واكبر الامور. لكن هي اتنقلت من مرحله لمرحله وهي عندها 10 سنين لبست اللي هي عايزاه وتحررت. وما حدش قال لها ان ما ينفعش لحمك يبان وما ينفعش جسمك يتكشف. ما ينفعش، او لو اتقالت بالبق، اتقالت على سبيل لا تسمعي الكلام لا ما تسمعهوش. واتنقلنا من مرحله تانية 14 سنه جه العريس يتقدم فيها ايه يلا نلمم الدنيا والمبرر عشان يكون قدام عينينا. ما لقيتش القلم اللي نزل على وشها قال لها 14 سنه تتخطبي ازاي انت؟ 14 سنة ايوه حب مظبوط. وجواز ايه اللي تتكلمي عنه دلوقتي؟ 14 سنة ايه اللي تبصي لحد ولا حد يبص لك؟ ليك دراستك. لكن انتوا فتحتوا لها المجال ولبست الفستان وعمل لنا الفرح وعزمنا الناس فابتدت تحس بنفسها. جالها اول صدمة بان بيقول لها باي باي انت ما تلزمنيش، فابتدت تعرف غيره وغيره 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 عشان تثبت لنفسها ان انا حلوة. اشتغلت كمان اللي زود الموضوع انها جت في فتره من الفترات قالت لي انا عايزه اشتغل موديل. طيب قلت طب ممكن ده تلهيها، ممكن، وانا متابعاها بقى طيب وكنت بصي متابعاها يا وما استاذه، بصي يا بسيبهاش. استاذه، مع احترامي لكل اللي هتحكيه، كل تصرف كان م- بيحصل انت كنت بتلاقي له مبرر بتوافقيها عليه. من اول ما العريس م- اتقدم قلت المبرر يكون قدام عيني ونعمل الفرح. م. عايزه اشتغل موديل خلاص يا حبيبتي المهم قدام عيني، وده غلط. البنت من صغرها ما لقيتش حاجه اسمها ما ينفعش ستوب لحد هنا. ما كانش في ستوب. عشان كده ابتدت تتمادى 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 لحد ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. اللي هي فيه انتوا شركاء فيه. انت وابوها شركاء فيه لان البنت ما لقت ان اي حاجه بتطلب بتتعمل واي حاجه سهله تقنعكم بيها. هي كانت بتقعد تقنعكم باي حاجه وانتوا بتقتنعوا. انا عايزه ابقى موديل. يعني معلش ازاي توافقي ان بنتك تبقى موديل؟ ازاي باي ثقافه واي دين ترضي ان بنتك تمشي على مكان وتلبس ضيق وده يشوفها وده يشوفها؟ حتى لو الشغلانه دي ناس تانية معترفه بيها بس ولا بيئتكم ولا اخلاقكم ولا ثقافتنا ولا ديننا. ورغم ذلك وافقتي. ايوه مظبوط. وده كانت ايوه. النتيجة اللي احنا وصلنا لها. احنا وصلنا لنتيجة وحشة قوي، وصلنا لنتيجة صعبة قوي. لا احنا وافقنا على المبدأ دوت لما لقيناها بتمشي خلاص. والتصرفات اللي هي هي بتتصرفها خوفنا. لو دراعكم عرفت انتوا اخركم ايه. انا هطفش فهتقولوا لي اعمل. ودلوقتي هي عارفة تعمل ايه. هي بتشغل مخها عليكم بس، ما بتشغلش مخها غير في الشر وعليكم وبس. ربنا يقدرني واقدر اساعدك واقدر اوفر مكان مصحه نفسيه ليها والعلاج الادمان يا رب. واي حد بيسمعني وانا مش بتكلم يا جماعه انا مش لوحدي، معلش خليكم معايا. انتوا اهلي وانتوا ناسي. اللي يقدر يساعد ارجوكم ساعدوا، ارجوكم ساعدوا. ده الخير اللي نعمله في البرنامج ده. احنا مش بنسمع المشاكل بس عشان نقف نتفرج عليها ولا نقول يا حرام. اللي يقدر يساعد ساعدونا، ارجوكم ساعدونا. اللي يقدر يوفر للبنت دي مكان في مصحه ادمان بالمجان يا ريت يساعدنا، ساعدونا. دي قلبها مفتور على ربنا العيلين يخليك. وممكن التالت يبقى في طريقهم. والله العظيم انا بتدمر، والله طبعا. والله بقى انا ده غير بموت ان كل يوم اقسم بالله. في طفل طالع للدنيا ممكن يقلد لانه مش فاهم، لان الاب والام ملهيين في البلوتين اللي عندهم فممكن ما يعرفوش يركزوا مع التالت الصغير اللي لسه طالع للدنيا. ده غير الكبير اللي مأذي من سمعة اخواته. فارجوكم لو قدرنا نساعدها. انا بدوري وانتوا بدوركم. اي حد يقدر يساعد. لعل وعسى نكون سبب في شفاء البنت والولد. لعل وعسى يبقوا اسره تاني طبيعيه ويعزلوا المكان فكل حياتهم ترجع تمام زي زمان. والبنت يجي لها عريس وتتجوز وتتستر وما يبقاش يا عارف رب حاجه عن يا اللي رب. فات. يا رب. ادعي قد ما تقدري وصلي قد ما تقدري وقربي من ربنا قد ما تقدري انا وتصدقوا كل بأقل صلاتي القليل. بقعد ادعي. انا عارفه ان انتوا ظروفكم ممكن تكون صعبه بس ارجوكي
أرجوكي داووا مرضاكم بالصدقات، لو أقل القليل. لو معاكي في اليوم 50 جنيه تصدقي بنصها، تصدقي بنصها أرجوكي. الصدقة ممكن ترفع البلاء، يا رب يرفع عنكم البلاء. داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات. وانت عندك بلاء كبير قوي، يا رب يا رب الصدقة ترفعه. تصدقي بقليل القليل، ما تقوليش ان احنا محتاجين اللي يتصدق علينا، لا، تصدقي بقليل القليل أرجوكي، لعل وعسى ربنا يرفع عنك هذا البلاء اللي جه في ولادك. وده أصعب ابتلاء، أصعب ابتلاء في الدنيا، الابتلاء اللي بيجي في الضنا. يا رب ما توجع قلوبنا على عيالنا، يا رب يا رب احفظهم وقدرنا نربيهم يا رب. يا رب انت اللي بتربي مش احنا، احنا اسباب، وانت اللي قادر انك تحفظهم وتربيهم من عندك. يا رب لما بسمع المكالمات دي قلبي بيوجعني وبترعب، والله بترعب. يا رب احفظ بناتنا واحفظ شبابنا وابعد عنهم ولاد الحرام، وما توجعنا في ولادنا يا رب، ما توجعنا في ولادنا يا رب. اصعب ابتلاء في الدنيا اللي يجي في العيل، اصعب ابتلاء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طلعوا لي فاصل.